صباح الخير عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي كامل راكم بخير. واللي تدخلوا تاني اجدد معنا نقول لكم الف مرحبا في قناه ميرازاد، واللي مازالوا ما اشتركوش وشافوا قناتي نقول لكم اشتركوا، لانه الاشتراك تاعكم راح يكون دعم كبير ليا هكا باش نبقى دائما نقدم لكم افضل فيديوهات. فيديو اليوم باذن الله راح نقدم لكم فيه 3 اطباق تشهي. هاد الاطباق اللي خدمتهم برا هاكم تشوفوا كان الجو تاع اليوم جو يعني كارثي انه تصب الضباب وكل شيء، ولكن فضلت انه اللي راهم يتبعوا فيا على خاطر يحبوا الطبيعه، لذلك قلت باذن الله نصوره لكم برا ميم الثلج يصب. وكما قلت لكم راح ندير لكم 3 فيديوهات، ما تروحوش بعيد تبعوا فيديو اليوم في فيديو اليوم باذن الله. كما تشوفوا اول حاجه اللي راح نديرها راح باش نحي الثوم. هاكم تشوفوا يعني واحد الجو، انا بالنسبه لي جو مليح على خاطر نحب الجو اللي تكون فيه المطر ويكون فيه الضباب، خاصه اليوم تاع الثلج. هاكم تشوفوا تاني جيت باش نحي البصل. هنا تاني نحيت السناريه. هنا كل حاجه سهله، ما يشقاش ان نجيب الفاسه ونحي على خاطر التراب ديجا راهي رطبه من النوم اللي صبت. يعني الحاجه اللي نجبدها تم تجبد لي سوا الثوم ولا البصل ولا كيما شفتوا السناريه. وانا راكم تشوفوا جيت باش نغسلهم. وهنا يا راح نبدا نقطع في هذا البصل راكم تشوفوا. وهنا تاني جبت السناريه قطعتها هاكم تشوفوا، والبطاطا تاني. المهم في هذا الفيديو مانيش راح نتكلم بزاف، راح نخليكم هكا تستمتعوا بالاجواء اللي صورتها لكم. شوفوا انا نقطع في البطاطا يعني واحد البرد، والله ما تتصوروش البرد هذاك فدار تاع اليوم. النوم راح يتصب على بها راكم تشوفوا يعني كل حاجه راهي مشمخه بالماء. المهم هنايا كيما شفتوا درت زروديه ولا سناريه ودرت معها البطاطا. وهنايا جيت نحي الدبشه كيما موالفه، وكيما عودتكم كل مره لازم الدبشه تكون حاضره. وها هي الدبشه بعد ما غسلتها. وهنايا هاكم تشوفوا كنا شعلنا النار من انه راه يتصب مي صدقوني والله حبيت نوري لكم الطبيعه برا، ما حبيتش نصور الداخل. قلت ما منه تصب لازم الشركه تاعي ولا المشتركين في قناتي كامله لازم يشوفوني وانا نطيب برا. هكذا نحبكم تشوفوا الطبيعه، نحبكم تتنفسوا بما انكم في البيوت تاعكم وما تشوفوش ممكن برا كاين اللي ما تشوفش الطبيعه. قلت ما منه راه يتصب وممكن ما تشعلش كامل، مي لازم نشعلها برا باش تشوفوا الطبيعه. المهم الا شفتوا الفيديوهات تاعي يستاهلوا انهم يطلعوا. ما تنساوش الجيم وما تنساوش بارطاجيو القناه وما تنساوش الكومونتير، لانه الجيم والكومونتير هم اللي راح يوصلوا قناتي لاكبر عدد من الناس. المهم كما قلت لكم هذه كل على جالكم نتوما، ما حبيتش نصور داخل وصورت برا. وهنايا هاكم تشوفوا اني نغسل في الماعن. هنايا كل حاجه نستعملها رايحه نغسلها، ما نحبش نخليهم بعد في الاخير راح تكتشفوا واحد الكارثه في الماعن ما تقدريش ما تشوفي معاها. ما كي تستعملي حاجه حاولي انك تغسليها هكذا باش ما تخليهمش حتى الاخر خلاص، ومن بعد تلقاي جيش ينتظر فيك. على بالكم راني نغسل والله الجو اليوم صح بارد بزاف يديا راهم جامدين. مي كل حاجه اللي راني ندير فيها ماهيش خساره في المشتركين تاعي، فنحاول نقدم لكم كل حاجه تحبوها، حتى والبرد حتى والثلج لازم نخرج لكم فيديو لازم. وهنايا هاكم تشوفوا جبت لكم برمه خلاف. ها هي البرمه اللي زدنا خدمناها اليوم باذن الله راح نطيب عليها وراح تشوفوها. ها هي البرمه اللي درناها جديده، شوفوا راهي معمره طين. راكم تعرفوا كي صبت النو كلش راه معمر طين، حتى البوط تاعي اللي راني لبسته راهو معمر طين. المهم ديك راح نغسلها كما قلت لكم لازم تتغسل على قبل ما تستعمليها. وهنايا راح نحط هذه البرمه اللي قلت لكم خدمناها.
وهنا رايحه نحط البصل، وهنا راح نزيد نضيف الزيت، وهنايا هاي الام تاعي راح تضيف، انا درت زيت صونغو، والام تاعي راح تحط زيت زيتونه على خاطر نخلطو ما نحطوش غير زيت واحد. وهنا انا راح نحط التوابل كما قلت لكم. نقول لكم التوابل تحبوا تحطوا على حسب الاختيار تاعكم نتوما. هذه القرفه، لا هذه الفلفل الحار اسود، هذا الفلفل الحار الاحمر، وهذا الفلفل الحلو الاحمر، وراح نزيد الكركم. من بعد راح نزيد مغرف، هاكم تشوفوا ماهيش معمره تاع الملح. انا هنايا وهنايا كما شفتوا انا ما حطيتش الملح بزاف على خاطر راح ندير مرقه تاع الزيتون. وحنا الزيتون ما نغليوهش، نحطوه هكذيك يعني غير نشلوه برك مره زوج ثلاثه، تتنحلو غير شويه برك تاع الملوحيه ونحطوه طول، مانيش رايحين نغلوه. على بيا انا هنا ما حطيتش الملح بزاف. هنا هاني نحط البصل في البرمه الاخرى، زيت، اما راح تحط زيت زيتون، ومن بعدها راح نزيد البهارات، راح نحط مغرف، من بعد ما تقلي لي هذاك البصل رايحه نزيد تاني اللحم، وانا هاكم تشوفوا الام تاعي راح تحط الشعير، وانا يا دوك راح نحط هنايا كما تشوفوا راح نحط الزيتون. ومن بعدها راح نزيد في البرمه الاخرى حطيت السناريه والبطاطا، وحطيت تاني الدبشه في البرمات في زوج، وراح نحط الماء السخون. راكم تعرفوا لازم كي تجي تمرقي لازم تمرقي بالماء يكون سخون. وهنايا راكم تشوفوا ورقه تاع رند مع فلفل حار. درك راح نحي الفول والجلبانه اللي راح نخدم بهم الطاجين اللي قلت لكم عليه. المهم تبعوا معايا وما تروحوش بعيد، كملوا الفيديو حتى الاخير. هاكم تشوفوا اني نحي في الفول، نحيت غير الكميه هذه برك. وهنايا هاني وصلت للجلبانه، ها هي هذه هي الجلبانه هاكم تشوفوا فيها.
هنا جيت نحي البطاطا، هاكم تشوفوا يعني سهله تنحي غير بيدك، يعني تربشيها هكذا غير بيدك برك راح تجبدي عادي الحبه تاع البطاطا. كما قلت لكم علاش ثبت انه التراب راهي رطبه خلاص، يعني راهي هشه. تسمى الحبة تاع البطاطا كي نجبدها بيدي خير من الفاسة. هكا منين داك مرات نقيسها هكا بالفاسة ولا حاجة. وهنايا هاكم تشوفوا بعد ما نحيتها رايحه نغسلها. هاكم تشوفوا فيها راني للهد جيت نجري. عبالكم من نبدا نقعد غير نجري. وهنا البنات تشوفوا راهو طاب نحيه برك. من بعد هذيك البطاطا ما غسلتها وقشرتها، هاكم تشوفوا كيفاش راني نشكل فيها. هكا تقبتها من الوسط وراح نحطها تفور، هاكم تشوفوا. وهذيك البطاطا اللي كنت نحيتها من الوسط حطيتها حتى هي ثاني تفور. ومن بعد حطيت مقله، هاكم تشوفوا حطيت زيت سونغو. ومن بعد جبت شويه تاع اللحم المرحيه وحطيت معها البصل والثوم. من بعد زدت التوابل اللي كنت حطيتهم في الفرمات في زوج. انتم تقدروا تحطوا غير فلفل حار لك برك، هذا مكان. وهنايا تاني راح نحط هذه الخلطه اللي سبقت وقلت لكم بلي خدمتها. باذن الله نوعدكم غدوه ولا غير غدوه رايح نعاود نخدمها، لانه اني نستنى فيها غير تخلص برك ونعاود نخدم لكم، نعاود نخدم كميه خلاف. ومن بعد هنايا ما تقليت وفضلت هذيك البيونداشي مع البصل والثوم، زدت هكا شويه نتاع الدبشه. وهنايا بعد ما طابت راح نحيها ونحطها على الجهه. وهنا البطاطا هذيك الثاني بعد ما طابت نحيتها، وهاكم تشوفوا راني نعمر فيها وراح نحطها في هذاك المول اللي كنت جبته، ها راهو تاع القزاز. وهنا راح ندير 3 بيضات. انا هنا راهي بانت لكم حاطه غير 2 بيضات، ولكن لا راني حطيت 3. وليت حب البيض يجيها يغمر البطاطا كامله تزيد اكثر من 3. ومن بعد حطيت تاني الحليب وحطيت رشه نتاع الملح. وهاكم تشوفوا كيما تشوفوا نعاود هذاك البيض كامل نحطه فوق البطاطا هذيك اللي كنت حشيتها. ومن بعد نجيب الفول ونجيب الجلبانه ونحطهم، يعني يجي واحد الطبق هايل. ومن بعد هنايا كنت حطيت هاد القصعه فيها المسخون، ومن بعد حطيت فيها هذاك البلا وحطيته يطيب في كيما نقولوا في الماء السخون. ومن بعد هنايا ما جيت للدار هاكم تشوفوا هاد الورق تاع ديول كنت سبق وخدمتهم وكنت مخبيتهم. باذن الله راح نوريكم الطريقه تاعهم كيفاش خدمتهم. ومن بعد حطيت هذيك الخلطه اللي تبقات لي نتاع اللحم مع البصل والثوم. وتاني حطيت هذيك البطاطا اللي كنت نحيتها من وسط البطاطا، حطيتها تاني مع هذاك مع اللحم، خلطتهم مع بعضهم ودرتهم حشوه البورك وزدت فقط الفرماج. اذا عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنسوش ما تبخلوش عليا بالجيم والبارطاج والكومنتار هكا باش توصل قناتي لاكبر عدد من الناس. وهنايا هاكم تشوفوا هذا بعد ما طاب وخلص. انتم تقدروا ديروه غير في الكوشه برك، هاكم تشوفوا جاي شهي ما شاء الله.
نتوما الا عندكم في الافراد الاسره تاعكم غير شويه برك مثلا زوج ثلاثه، ما تحاولوش ديروا هكا بلا يكون شويه كبير، هذا بالنسبه لي راهو يبان لي كبير هكذا باش ما تبدروش، يعني باش ما تطيشوش الحاجه. وهنا هذا هو الفطور تاعنا المتواضع حاكم تشوفوا فيه، هذا هو الفطور تاعنا البسيط. في اخر الفيديو ما بقى لي غير نقول لكم، نعاود نذكركم بالمسابقه، نقول لكم اشتركوا في المسابقه اللي مازال ما اشتركتش، راه ما بقاش الوقت وندير السحب، لذلك نقول لكم اشتركوا وغدا مو الفرصه هذه اذا كنتوا صح تحبوني باش نرد لكم الخير تاعكم. وهنايا هذه هاكم تشوفوا فيها راهي قلب اللوز، كنت تاني خدمته باذن الله، راح نحط لكم الوصفه تاعها سهله وبسيطه، وقلب اللوز تجي كيما اللي تتباع برا، هي بالذات اللي تتباع برا هي بالذات. انا هنا هاكم تشوفوا كيفاه درتها، الله درتها سمينه وبنتها ولا النكهه تاعها، والله صدقوني هي اللي راهي تتباع لبرا باذن الله. راح نحط لكم الوصفه تاعها في اخر الفيديو. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم وصحه فطوركم وصحه سحوركم، والى اللقاء ان شاء الله في فطور اخر.